اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا من جديد على قناتي وقناتكم نجاة شانيل. فضلا وليس امرا ما تنسوناش من البارطاج الفيديو واللايك، الله يعطيكم الخير. واللي مازال ما مشتركش وعجبو المحتوى ديال قناتنا الصغيره ما ينساش يشترك فيها باش يبقى دائما توصل بكل ما هو جديد ديالنا الى عجبكم المحتوى اكيد. المهم اليوم كان واحد اللقاء صحفي للمدرب وليد الركراكي. تيقول واحد الخبر صار للمغاربه باللي المقابله ديال غدا ان شاء الله غادي يكونوا اللاعبين كاملهم باستثناء عز الدين أناحي. يعني حتى غانم سايس حتى هو غدا ان شاء الله في المقابله ديال المغرب مع نيجيريا غادي يكون حاضر وغادي يلعب حتى هو معنا لانه الحاله الصحيه ديالو مزيانه. جميع اللاعبين الحمد لله الحاله الصحيه ديالهم ممتازه ومزيانه باستثناء عز الدين أناحي اللي مسكين الله يشافيه يا ربي، كنطلبوا له الشفاء. يعني اللي ما غاديش يقدر يكون حاضر في المقابله ديال غدا، ولكن ان شاء الله المقابله الاخيره من طبيعه الحال الفوز المغرب كنتمناو المغرب تفوز. يعني في المقابله الاخيره غادي يكون حاضر عز الدين أناحي، يعني اخر ماتش يعني ان شاء الله غادي يحضر فيه عز الدين أناحي. هذه اول حاجه. ثاني حاجه بالنسبه لتوقعات ليلى عبد اللطيف، اول حاجه قبل ما نهضر، لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم الا الغيب سبحانه وتعالى. غير حنايا دخلنا في هذه الموجه ديال التوقعات وبغينا نسبقوا الاحداث، يعني بغينا نعرفوا اشنو كاين وبغينا نسبقوا حنا الاحداث ونشوفوا ونعرفوا اشنو كاين. المهم على حساب ما كانت كتقول هي التوقعات ديالها القبل كلها كانت صائبه. يعني حنا متبعين التوقعات ديالها واخا تراه داكشي ديال الله سبحانه وتعالى، والله اللي كيعلم بشنو جاي، حتى شي حد من غيره ما تيعلم. ولكن التوقعات اللي دازت المهم غاديه كل مره كتجيبها مره كتزقلها. المهم حنا كي قلت لكم باغيين نعرفوا اشنو جاي، يعني باغيين نعرفوا اشنو جاي. انا عندي واحد الفيديو ديالها محتفظه به غادي نخليه عندي حتى النهار غادي نشوف يعني المقابله الاخيره شنو هي. قالت في واحد الفيديو قالت باللي الفوز غادي يكون القاره السمراء السنغال. يعني وانتم كيف عرفتوا دابا السنغال مع من غادي تلعب؟ غادي تلعب مع مصر. يعني المقابله ديال غدا غادي تلعب السنغال ومصر والمغرب ونيجيريا. يعني الحمد لله، يعني هذا التوقع عطانا واحد الاشاره او واحد البشرى ان غدا المغرب غادي تفوز. يعني ملي غادي تبقى السنغال هي الاخرى يعني غادي تلعب ضد المغرب. فهمتوني؟ يعني غدا ان شاء الله الفوز غادي يكون للمغرب اكيد، هي اللي غادي تفوز على نيجيريا. ونتمناو الفوز حتى في الفينال، نتمناو حتى ان شاء الله المغرب يفوز على السنغال او لا على مصر الله اعلم، وغادي نكونوا احنا الملقبين بكاس افريقيا ان شاء الله. والكاس كي قلت لكم ما غاديش يخرج من بلادنا، وكاس افريقيا كاسنا، وكاس العرب الحمد لله راه ديناه، وحتى كاس العالم اللي جاي ان شاء الله تا غادي يكون من نصيب الاسود ومن نصيب المغاربه يا ربي.